المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. مكتب الزراعة في حلحل يدعو المزارعين للاستفادة من السدود المنتشرة في المديرية. مدير مدينة كرن يلتقي التجار ويبحث أوضاع الأسواق والأسعار. مركز البحوث والتوثيق يعقد ندوة في أسمر لتقييم نقاط القوة والضعف. الصين تصعد لهجتها ضد اليابان وتحيل نزاعها معها إلى الأمم المتحدة. جنوب أفريقيا تفتتح قمة العشرين بالتأكيد على أهمية التعددية. وتقدم في مفاوضات روسيا والهند بشأن سو 57. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دعا مكتب الزراعة في مديرية حلحل في إقليم عنسبة المزارعين للاستفادة الجيدة من مياه السدود المتوفرة في مناطق مأوالد وقرصة وفنشبكم. وأوضح مسؤول المكتب السيد ياسين عثمان وجود 12 سدا كبيرا وصغيرا بسعة تتراوح بين 8000 إلى 170 ألف متر مكعب من المياه، مشيرا إلى أن السد في وسط بلدة حلحل يسهم في تنمية المياه الجوفية وتربية الأسماك، فيما يتم استخدام الباقي لتوفير مياه الشرب للإنسان والحيوان وزراعة الخضروات والفواكه. وأضاف أن وزارة الزراعة توفر المبيدات والأسمدة للمزارعين مجانا وبأسعار مناسبة بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي بشكل عام والخضروات والفواكه بشكل خاص. وذكر المزارعون بأن السدود خزنت ما يكفي من المياه حسب قدراتها، وقد ساعدتهم في التركيز على البستنة وتربية الماشية. عقد مدير مدينة كرن سيد رزاني أرآيا لقاء مع التجار يوم 20 من نوفمبر حول أوضاع الأسواق والأسعار، وذكر التجار بالالتزام بالإعلانات والإرشادات التجارية والقيام بأنشطة تضع سلامة ونظافة ومصلحة الزبون في المقام الأول. وفيما يتعلق بالتدخين والتبغ، قال إن المرسوم الوطني يتم تنفيذه على نطاق واسع في كرن منذ عام 2023، وتم ملاحظة تغيير كبير في السلوك، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لأن السجائر تباع في الدكاكين خارج مواقع البيع المخصصة. وقال المدير العام لقسم التجارة والصناعة والمعادن في إقليم عنسبة السيد هبتزقي بلس إنه يجب على التجار الالتزام بقواعد العمالة التجارية العادلة بموجب المرسوم رقم 132 لعام 2024، بالإضافة إلى قواعد مراقبة تراخيص الأعمال والتسجيل بموجب المرسوم رقم 133 لعام 2024، مذكرا أن الأعمال غير المشروعة وعدم تجديد التراخيص التجارية في الوقت المحدد وعدم دفع الضرائب الحكومية في الوقت المحدد أيضا واختلاط الأنشطة والعمل بدون ترخيص هي أعمال يعاقب عليها القانون وتخضع لعقوبات صارمة. وأبان بأن زيادة أسعار المشروبات الغازية والمشروبات الكحولية المنتجة في البلاد ليست غير قانونية فحسب، بل إنها جريمة جنائية أيضا، داعيا إلى إتلاف السلع الاستهلاكية والأدوية منتهية الصلاحية بالتنسيق مع الجهات المعنية. ودعا المشاركون بدورهم إلى مواصلة مثل هذه اللقاءات لدورها في رفع الوعي العام. أقام مركز البحوث والتوثيق التابع للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ندوة في أسمر لتقييم نقاط القوة والضعف في عمل موظفي المؤسسات الحكومية المختلفة المعنية بالحفاظ على الوثائق. وأوضحت مسؤول البحوث في المكتب المركزي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد تسفاي قلتا بأن الهدف الرئيسي من الندوة هو إجراء مسح لجميع الوثائق الموثقة في شكل صور ومقاطع صوتية ونصوص. وسلطت أوراق البحث المقدمة في الندوة الضوء على متطلبات الوثائق التي يجب أن تلبيها منذ وقت إعدادها، وكذلك أهمية أن يكون لكل وثيقة هوية فريدة، والعملية التي يجب أن تمر بها الوثائق لتقييم محتواها، والحاجة إلى متخصصين لضمان الإرادة السليمة الإدارة السليمة والحفظ.
وأوضحت المدير العام لمركز البحوث والتوثيق التابع للجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة السيدة آسيا بتولدها الجهود المبذولة لإنقاذ الوثائق المبعثرة في العديد من الأماكن والتحديات التي واجهت العمل. أفاد مدير مدرسة غردات المتوسطة والثانوية الأستاذ عنا مكيل أبرهة إلى أن ارتفاع نتائج الطلاب هو حصيلة الجهود المشتركة للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور، وأوضح بأن 75% من طلاب المدرسة اجتازوا الامتحان الوطني للصف الثامن العام الماضي، بينما حصل 26 طالبا على أكثر من 95%. وقال رئيس لجنة أولياء الأمور السيد ياسر حاج الحبيبة إن ارتفاع نتائج الطلاب جاء بفضل تضافر جهود المجتمع والجهات الحكومية بشكل عام ومساهمة المعلمين ولجان أولياء الأمور بشكل خاص، موضحا بأنه سيتم اتخاذ مبادرة مجتمعية لحل النواقص وخاصة مشكلة الطاقة. تلقى 91 شابا في مدينة سجنيتي دورة تدريبية مهنية لمدة تتراوح بين 2 و6 أشهر، يشمل التدريب تدريبية النحل والموسيقى وتصفيف الشعر. إلى جانب ذلك قدم للموظفين الشباب ندوة تدريب لمدة أسبوع في الإدارة والقيادة. ودعا مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع المديرية السيد مهرة آب عندما ريام المتدربين دعاهم على تطوير مهاراتهم عمليا ليصبحوا مبدعين في خلق فرص العمل. وأكد مسؤول مكتب الزراعة السيد إياس أسفاو للشباب على أن وزارة الزراعة ستقف إلى جانب المتدربين لخلق الأرضية لتطويرهم بالاندواء جمعيا. وشكر مدير مديرية سجنيتي السيد عبد القادر حاج علي الاتحاد الوطني للشباب والطلبة، شكرهم على الدورات التدريبية التي تنظمها من وقت لآخر، وحثه على زيادة الجودة والمشاركة. زادت تغطية تطعيم الحوامل في منطقة شبح بمديرية قندع بنسبة 8%، وتغطية التطعيم للأطفال بنسبة 12% في عيادة القرية. وذكر مسؤول العيادة الممرض مرهاوي مهرة آب أن أنشطة التوعية الصحية تحقق نتائج جيدة في الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والقضاء على العادات الضارة. وأضاف أن غرف انتظار الحوامل في العيادة تساعد الأمهات أيضا على مراقبة صحتهن وصحة أطفالهن. وشكر مدير الضاحية السيد حسن هندسة السكان على مساهماتهم المالية والعملية لسد النقص، وقال إن الجهود مستمرة لضمان تزويد العيادة بمياه الشرب النظيفة. تقدم عيادة منطقة الشبح الرعاية الصحية لقبل وبعد الولادة والتطعيم للأطفال دون سن ال5 سنوات، وخدمات المراجعة الصحية والتوليد والصيدلة والتحاليل الطوعية وغيرها من الخدمات. حققت طالبة إريتريا جائزة شينمو أباكيس أفريقيا لعام 2025 المنظمة في كيغالي الرواندية تحت شعار تحقيق حلم أفريقيا بحصولها على المركز الأول في مجموعتها. وفازت الطالبة وقحتة تخلزقي وهي طالبة في الصف العاشر من مدرسة امبهرة على أكثر من 350 طالبا من 35 دولة في المسابقة الإفريقية. تهدف مسابقة شينمو أباكوس أفريقيا إلى تشجيع قدرة الرياضيات وتعزيز تنمية الوعي لدى الطلاب الأفارقة، وكذلك تعزيز ثقة الطلاب وحماسهم في الرياضيات. أقيمت أول مسابقة شينمو أباكوس أفريقيا في نيجيريا عام 2023 بمشاركة 29 دولة أفريقية. تأسست شينمو عام 1998 في بكين الصين، ولديها أكثر من 8,000 فرع حول العالم. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. اعتمدت الصين أقوى لهجة تحذيرية لليابان ونقلت نزاعها المتصاعد معها إلى الأمم المتحدة، متهمة طوكيو بتهديدها بتدخل مسلح في قضية تايوان ومتعهدة بالدفاع عن نفسها.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، قال السفير الصيني لدى المنظمة الدولية في سونغ إن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي ارتكبت انتهاكا جسيما للقانون الدولي والعرافة الدبلوماسية عندما قالت إن أي هجوم صيني على تايوان قد يستدعي ردا عسكريا من طوكيو. وأثار تصريح تاكايتشي خلافا مع الصين تجاوز الدبلوماسية في الأيام القليلة الماضية، إذ قالت بكين إنه ألحق أضرارا بالغة بالتعاون التجاري. وطالبت بكين رئيسة الوزراء اليابانية بالتوقف عن الاستفزازات وتجاوز الحدود وبالتراجع عن تصريحاتها الخاطئة، معتبرة أنها تتحدى المصالح الأساسية للصين بشكل علني. أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في جوهانسبرغ على أهمية التعددية كوسيلة لمواجهة التحديات العالمية، وذلك خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين التي يقاطعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد رئيس جنوب أفريقيا أن بلاده سعت إلى الحفاظ على تكامل ومكانة اقتصادات مجموعة العشرين الرائدة وفقا لوكالة رويترز، مضيفا أن جنوب أفريقيا سعت إلى ضمان إدراج أولويات التنمية في الجنوب العالمي والقارة الأفريقية في جدول أعمال مجموعة العشرين. وتحتل قضية أوكرانيا وتغير المناخ موقعا رئيسيا في قمة مجموعة العشرين. ويقاطع الرئيس الأمريكي القمة التي تعقد في أفريقيا لأول مرة، ولكن خطته لإنهاء الحرب في أوكرانيا تهيمن على المناقشات في جنوب أفريقيا. أبدت الهند اهتماما متزايدا بشأن ترخيص إنتاج مقاتلات سو 57 الروسية من الجيل الخامس، حيث تحقق المحادثات بشأنها تقدما ملحوظا. وقال السفير الروسي لدى الهند دينيس أليفبوف يجري العمل بشكل مكثف في مجموعة من المجالات بما في ذلك منصة سو 57 إيه، والتي يمكن استخدامها لتنفيذ برنامج الهند لتطوير مقاتلاتها الخاصة من الجيل الخامس. وأضاف أن الميزة التنافسية لروسيا تكمن في مستوى غير مسبوق من نقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج، مما سيدعم مبادرتي الصنع في الهند والهند المعتمدة على نفسها. جاء ذلك في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى تكثيف المحادثات قبل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند، والتي قد تشهد توقيع اتفاقية بشأن إنتاج مقاتلات سو 57. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهدت حمم منصهرة تنبعث من فوهة بركان كيلاويا في هاواي وفقا لكاميرات البث المباشر التي وفرتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. أعلن مرصد البراكين في هاواي التابع لهيئة المسح الجيولوجية الأمريكية يوم الجمعة أنه من المرجح حدوث نوافير أخرى مع أعلى احتمالية. ويوصف كلاويا بأنه أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، وهو يثور بشكل متقطع منذ ديسمبر 2024. مشاهدينا الأكارم، ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أبرز ما جاء فيها. مكتب الزراعة في حلحل يدعو المزارعين للاستفادة من السدود المنتشرة في المديرية. مدير مدينة كرن يلتقي التجار ويبحث أوضاع الأسواق والأسعار. مركز البحوث والتوثيق يعقد ندوة في أسمر لتقييم نقاط القوة والضعف. الصين تصعد لهجتها ضد اليابان وتحيل نزاعها معها إلى الأمم المتحدة. جنوب أفريقيا تفتتح قمة العشرين بالتأكيد على أهمية التعددية. وتقدم في مفاوضات روسيا والهند بشأن سو 57. انتهت النشرة، إلى اللقاء.